مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين، والنهاردة هنكمل كلامنا في الانترفيو. زي ما اتفقنا وقفلنا الحلقة اللي فاتت إن احنا خلاص دخلنا الشركة، عرفنا فين مكان المقابلة، عرفنا نفسنا جايين نقابل مين، وقعدنا مستنيين بكل صبر وأدب. خلاص قالوا لنا اتفضل أو اتفضلي، وخبطنا على الباب ودخلنا. أول حاجة لازم تعملها وأنت داخل الانترفيو إنك لازم تسلم على اللي بيعمل لك الانترفيو. السلام ده بيكون فورمال، يعني بنقول السلام عليكم، hello, how are you. مش بنقول هاي ولا واتساب، احنا مش داخلين نقابل صحابنا. تمام. زي ما احنا متفقين وبنعمل دايما، هنبدأ بكلام عام وبعد كده نبدأ نفصصه. حضرتك هتخش زي ما اتفقنا، هتسلم، هتقعد. اللي قدامك ممكن يدي لك يعني هنت بسيط كده عن الوظيفة اللي انت متقدم لها، ممكن يكلمك عن الشركة، أو ممكن يبدأ يسألك على طول حسب طريقة الHR اللي قدامك أو طريقة الشخص اللي قدامك. طبعًا موضوع الأسئلة ده جاي بعدين. إحنا دلوقتي بنتكلم إزاي تكون presentable، إزاي تقدّم نفسك كويس، إزاي تسيب انطباع كويس عنك يخلّيك ما تتنسيش بسهولة، ويخلّيك معلّم في دماغ اللي قدامك. مش معلّم يعني بُص، لأ، تعمل علامة يعني، عشان ما تفهمنيش غلط. ماشي؟ طبعًا بعد لمّا اللي قدامك يخلّص كلام معاك والأسئلة بتاعة الinterview العادية والكلام ده كله، من المُتعارف عليه إنه هيسألك عندك أي سؤال. بيكون شيء كويس جدًا إن يكون عندك أسئلة أنت محضّرها، وبرضه لمّا نيجي لموضوع الأسئلة ده هنقول لك أمثلة عن الأسئلة اللي ممكن تسألها في نهاية الinterview. وبرضه من المُتعارف عليه إن بعد ما يخلّص هيقول لك إيه اللي هيحصل، يرُد عليك في خلال قد إيه. آآ كل الحاجات اللي هي بيسموها الlogistics بتاعة الinterview، وبعد كده ينهي المقابلة وخلاص على كده. آآ برضه من الأدب ومن الشياكة إنّك في نهاية الinterview زي ما سلِّمت عليه في الأول وأنت داخل، تشكره وأنت طالع على وقته أو وقتها، حسب اللي بيقدّم لك يعني راجل والّا سِت. تشكره أو تشكرها على وقته أو وقتها، وتقول له thank you for your time. أنا سعيد جدًا إن إحنا اتقابلنا النهارده، nice to meet you، شكرًا لوقتك. أي طريقة وأي way إنّك تبيّن امتنانك إن الراجل ده أخَد من وقته النهارده، هي شغله بس أخَد من وقته عشان يقابلك أنت، تبقى لطيفة. تمام. أثناء الinterview بقى في كام نقطة عايزين نتكلّم فيها عشان إن شاء الله يعدّي على خير، وزي ما قُلنا تكون fully presentable، شخص لافت للانتباه. قبل أي حاجة زي ما قُلنا المَرّة اللي فاتت ولازم أقولها المَرّة دي برضه، إنّك لازم تكون واثق من نَفْسك، ولازم تكون مستعد كويس. تمام. وتفاءلوا خيرًا تجدوه يعني. تمام. لازم برضه يكون عندك معلومات كويسة عن الشركة اللي أنت رايح تقدّم فيها. تمام. الشركة دي بتقدّم إيه؟ هل هي بتقدّم خدمة، بتقدّم سلعة، بتقدّم الاتنين؟ لازم تكون عارف مين الcompetitors المنافسين، المقر الرئيسي فين، الشركة دي ليها فروع سواء جوّه مصر فروع كتير، أو لو شركة أجنبية فروعها في دول تانية قد إيه. تمام. فكرة عامة كده عن المكان اللي أنت رايح تشتغل فيه. جميل. وبالتبعية لازم برضه تكون عارف الوظيفة اللي أنت مقدّم عليها، تعرف محتاجة منّك إيه، علشان تعرف تعرض الstrength point أو نقاط القوة اللي عندك، اللي تخلّيك أحسن واحد للوظيفة دي. تمام. ذاكر، ده الاستعداد اللي بنتكلّم فيه. وأنت قاعد لازم تسمع اللي قدّامك كويس جدًا، وتركّز في أي كلام هُم بيقولوه أو أسئلة بيسألوها لك أو معلومات بيقولوها لك، لإن ممكن يبقى ده مش هاقول لك فخ، يكون اختبار ليك، إن يرمي لك كلام في نُص كلامهم. تمام. وبعدها بشوية، بعدها بدقيقتين 3 يسألك في حاجة تخُص اللي هو قاله ده. لو أنت ظهرت قدّامه إنك محتاس كده ومش عارف ترُد، يبقى أنت ما كنتش مركّز معاه من الأول. ده أنت كده حضرتك سقطت في اختبار التركيز. فاهم اللقطة؟ فخُد بالك من اللي بيتقال. الinterview كلّه على بعضه مش هيعدّي النُص ساعة مهمًا كان. تمام.
تعالَ على نفسك وركّز النُص ساعة دي، كأنك قاعد جاي على نفسك وبتذاكر أيام ثانوية عامة، مش عايز أفكّرك بالأيام السودا دي بس يعني أنت افتكرت، حُط نفسك في الوضع ده بقى. في شوية حاجات ليها علاقة بالإتيكيت، زي إيه، إن البنات مسموح لهم يحطّوا رجل على رجل وهُم قاعدين، الولاد لأ، أنا باتكلّم على اللي بيتعمل له الinterview اللي هو أنت، تمام. هي دي مش تفرقة عنصرية والله، بس ده etiquette الinterview، هُم اللي عملوه مش أنا، تمام. فما تحطّش رجل على رجل لو أنت ولد، ولو أنتِ بنوتة ممكن تحطّي رجل على رجل عادي، مش هتتاخد عليكِ يعني. بما إن حضرتك ممكن تكون بنسبة كبيرة رايح formal، فهتبقى لابس بدلة، أول ما تقعد افتح زراير البدلة، وأول ما تقوم ابدأ زرّرها، ده برضه من أنواع الشياكة اللي بتبيّن إن أنت إنسان ليك في الetiquette، تمام. وأنت قاعد قدّام اللي بيعمل لك الinterview بلاش تبُص في الأرض أو تسرح أو آآ تبُص في اتجاه غير اتجاهه، أفضل حاجة إنّك تبُص في عينه وهو بيكلمك، تمام. آآ بلاش تحسّس اللي قدّامك إن أنت منشغل عنّه بحاجة، يعني مثلًا ما يبقاش أنت قاعد وفي وشّك الشباك وضهر اللي أنت بتعمل معاه الinterview للشباك، وتيجي مثلًا حمامة والّا عصفورة تُقف وأنت مركّز مع العصفورة، إيه ده؟ الeye contact هيبقى حلو جدًا، لو أنت بتتكسف ده شيء طبيعي ما فيش مشكلة، على الأقل بُص في اتجاهه، بُص في اتجاه الشخص ده، تمام. لإن ده برضه بيدّي انطباع عن الثقة، إن أنت واثق في نفسك وباصص للي قدامك مش خايف منه ولا هايب الموقف، يعني تفسيري. ساعات كتير جدًا بيكون في آآ مش واحد بس اللي بيعمل لك الinterview، ممكن يكونوا 2 وساعات أكتر، فأنت لمّا في حد منهم يوجّه لك سؤال، تمام، ترُد على اللي بيوجّه لك السؤال، ترُد عليه هو شخصيًا وأنت باصص له، وممكن تبُص للباقيين وأنت بتتكلم في نُص كلامك، وتنهي كلامك أو في اتجاه اللي وجّه لك السؤال، فأنت لازم أثناء ما أنت بتتكلم تبُص لهم كلّهم، يبقى في eye contact مع الناس كلّها عشان ما تحسسهمش إن أنت مركّز بس طالما هو سألني ما لكمش لازمة، لأ، ده برضه من ضمن الحاجات اللي ليها علاقة بالإتيكيت والذوق اللي بتتقرا من تصرفاتك. ما تتهتهش وأنت بتتكلم، دي مهمة جدًا، يعني الأفضل إنك بعد ما تتسأل تاخد وقتك، تاخد نَفَس عميق، ترتّب أفكارك، ترتّب جُملك في دماغك، وبعد كده تتكلم، اُقف بعد كل جملة. أقف بعد كل جملتين بالكتير، لو أنت نَفَسك طويل شوية، لكن ما ينفعش وأنت بترُد على السؤال يبقى يعني أنا مثلًا رُحت أخدت كورس في الأكاديمية و و ولمّا خلّصت الكورس رُحت تدريب في شركة ما ينفعش الكلام ده، قبل ما تتكلم مش لازم يعني مش صح إنك تجاوب على طول بعد السؤال وتتهته، لأ، الأحسن إنك تدّي لنَفْسك 10، 15 ثانية كده في في ال في الاستراحة ما بين ما هم يسألوك وبعد كده تجاوب، تمام. أنا خلّصت ورُحت أخدت كورس في المكان الفلاني، وبعدها رُحت تدريب 3 شهور في المكان العلاني، وأخدت شهادة إن أنا اشتغلت في المكان ده، خلصت، جملة مرّة واحدة، تمام. بما إننا بنتكلم بقى على إن أنت ما تتهتش وتاخد وقتك والكلام ده كلّه، فلازم أقول لك إنك بلاش الإجابات القصيّرة أوي، اللي هو الرد يبقى مش واضح، اللي قدّامك ما يفهمش، وفي نفس الوقت بلاش الإجابات الطويلة أوي، بلاش تُسهب، بلاش ت ت تحكي حدوتة نبوت الغفير يعني، عشان أولًا الفكرة ما تتوهش منّك، أنت ممكن تسرح وتروح في حتت بعيدة، وتلاقي نفسك بتتكلم في حاجات ما لهاش علاقة بالسؤال أصلًا، والحاجة التانية إنّك ما تزهقش اللي قدّامك، هو عايز منّك حاجة معيّنة ياخدها منّك في دقيقة، دقيقة ونُص، ما تحكيلوش بقى موال الزلباني في ساعة وربع، فاهم؟ آآ نرجع تاني شوية حاجات في الإتيكيت، إنّك وأنت قاعد على الكرسي ما تقعدش على طرف الكرسي. ده بيدل على إنك قلقان، إنك مش مرتاح في القعدة اللي أنت قاعدها، وده برضه بيتقرا. ما تربّعش إيدك، ده بيدل أو بيدّي اللي قدّامك دليل إن أنت مش واثق في نَفْسك. بلاش بقى الحاجات اللي بتتعمل وأنت قاعد مع أصحابك أو أنت قاعد مع نَفْسك لوحدك كده، بلاش طرقعة الصوابع، عض الشفايف، أرقطة الضوافر،
sorry يعني اللعبة في المناخير وفي الودان والهرش في الشعر والحاجات دي، بتحسّس اللي قدّامك إن أنت قاعد مش على بعضك، معناها إنّك قلقان، معناها إنّك مش مرتاح، معناها إنّك مش واثق من نَفْسك، كل الحاجات دي أنت ممكن ما تاخدش بالك منها، بتعملها بعفوية، بس اللي قدّامك بيقرا الحاجات دي ب بدلائل مختلفة. أنا يعني عادي، أنا دي عادة عندي إن أنا مثلًا لمّا باكون باركّز باهرش في راسي، لأ، ركّز، الحاجات دي ما تعملهاش أثناء مدة الinterview نُص ساعة وبعد كده يا عم اطلع فلّي نَفْسك برّه، مش مشكلة، بس وأنت قاعد ركّز عشان تكون presentable زي ما قُلنا. وأنت بتتكلّم ممكن تعبّر بإيدك تمام، بس مش over، بلاش تبقى زي الطلاينة كده، من الآخر عشان ما تبانش إنها تشويح تمام، التعبير بالإيد دي حاجة كويسة، بس بحدود ب بlimits كده شوية عشان ما يبقاش الموضوع over زي ما قُلنا تمام. دي شوية تفاصيل صغيّرة كُنّا اتكلّمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، التفاصيل الصغيّرة اللي بتبيّن للي قدّامك إنّك مركّز وعارف يعني إيه interview والّا لأ، عشان في الآخر يتقال عليك إنّك presentable. عملت الحاجات دي وركّزت فيها، الباقي بقى موضوع الأسئلة ده من أسهل ما يمكن، وده اللي هنتكلّم فيه الحلقة الجاية إن شاء الله، سواء الأسئلة اللي هتتسأل لك من ال اللي أنت تعمل معاه الinterview أو الأسئلة اللي أنت ممكن تسألها في آخر الinterview لمّا يقول لك عندك أي سؤال أو لأ، تمام؟ كده حلقة النهارده خلصت، وأتمنى تكون عجبتكم ونتقابل الحلقة الجاية إن شاء الله، سلام.